بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة من برنامج في الشبكة. ايه ده 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 في فلاش باك داخل علينا ده، يا ساتر يا رب، ايه ده يا ساتر يا رب. اسلام محارب من الناس اللي عندهم شخصيه في فكره لما يمسك كوره ويشتغل تحس انه لاعب عنده كاريزما. مبدئيا كده اللاعب اللي عنده شخصيه او كاريزما هو ده اللاعب المناسب للاهلي والزمالك، وعشان كده انا منحاز لصفقه اسلام محارب واتمنى شخصيا انه ينجح. بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقه جديده من برنامج في الشبكه. وكالعاده كل واحد يقول لك ايه، شفت انا من 3-4 سنين قلت رايي وطلع صح وراهنت عليه، وكله بيقول الحاجات بس اللي كان بيقولها صح، وانا اكيد كنت بعمل زي الناس دي. لكن في جانب خفي لو انت ايه بتقول اراء وتبقى شايف حاجات في لعيبه وتطلع فسكونيا. فانا حبيت اجيب الفسكونيا اللي عندي، لقيت افضل مثال فيها حلقات تقييم الصفقات القديمه، فيها كنوز اراء. بقى انا مستعجب هو ازاي انا كنت بقول كده، او ايه ده، او اللاعب ده حصل له ايه ومن سيء بقى فظيع، وفظيع بقى سيء جدا، واسماء ولاعيبه تفتكرها معانا. فقلت اجيب مع بعض كده النوستالجيا القديمه بتاعه تقييم الصفقات، واجيب الفيديو هشغله قدامكم معانا، نشتغل مع بعض كده عندي وعندكم، ونوقف كده كل فتره ونتكلم شويه عشان نطلع بعض الحاجات. انا في حاجات بقول هو انا ليه انا كنت محموق قوي كده ليه يعني. قبل اي حاجه اعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه، وكمان فعل علامه الجرس. وقبل اي حاجه نبدا نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اخترت موسم صفقات الاهلي 2017 2018. يلا بينا. طبعا كان الاستوديو القديم. بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقه جديده برنامج في الشبكه، وحلقه تحليل وتقييم صفقات الاهلي موسم 2017 2018، واللي الاهلي عمل فيها 5 صفقات. اول صفقه احمد الشيخ، العائد من الاعاره من نادي مصر المقاصه. احمد الشيخ تقريبا من الصفقات النادره اللي ممكن يعني تلاقي اغلب الناس متفقين عليها، وصعب تلاقي حد مختلف عليه. على فكره ده حقيقي فعلا، احمد الشيخ بعيد عن فكره الصيت، فكره اهلي والزمالك والعركه، كان لاعب نكمل. انا شخصيا بشوفه الموسم اللي فات هو افضل لاعب في الدوري كله. يعني طبعا الناس عارفه احمد الشيخ، فمن غير ما نتكلم كلام كتير بالمختصر، احمد الشيخ لو لعب بنفس القوه وبنفس الشكل ونفس الثقه اللي كانت مع مصر المقاصه لعب مع الاهلي، اعتقد بان مكانه محجوز اساسي في الاهلي. ولكن فعلا دي بالنسبه لي مش مبالغه، وانا يعني ايه احمد الشيخ نجح ما نجحش هي حاجه ترجع له، بس فعلا انا شايف، وغير اللي كان بيشوفه بيتكلم على احمد الشيخ كان من الناس المفترض يكونوا يعني ليهم شأن كبير في الكره المصريه، وكان ليه مكان في الاهلي. فعلا كان لاعب عنده امكانيات عاليه جدا، لما خرج من الاهلي كمان امكانيات عاليه. ولكن هي في حته كده اللي هو مالهاش علاقه بتقييمك انت بقى، حته اللي هو ما قدرش. انا برضو مش هقدر افتي واقول ليه في تفاصيله الشخصيه، بس هو ما استغلش الامكانيات اللي طبعا عنده. ده متوقف على حسام البدري، هيلعبه ولا لا، هيديله فرصه كامله ولا لا، هيديله نفس الثقه اللي كان بيديها ايهاب جلال، وهيديله نفس الحريه في الملعب ولا لا. طبعا وجود صالح جمعه بالتاكيد هيخلي صعب انه يلعب في المكان ده، وان كان هيفضل حل موجود. معلش نقف شويه هنا. شوف صالح جمعه ده من 5 سنين، صالح جمعه كان راجل ليه اسم تقيل، بنقول لما يجي لاعب صعب يلعب على صالح جمعه في المكان ده، لان صالح جمعه هو المستقبل، هو واخد مكانه، واخد مش عارف ايه 5 سنين. اسلام محارب جناح سموحه. مبدئيا اي حد هو بيقيم صفقه هتلاقي دايما عينه رايحه على التفاصيل الفنيه، بيرقص ازاي، بيشوط ولا لا، عنده مهاره، بيلعب على المرمى ازاي، بيحرز اهداف ازاي. ولكن دايما هتبقى في نقطه مهمه جدا ربما تكون خفيه على البعض ما بيشوفهاش، ولكن انا بشوفها كنز يساوي مالين، هي الشخصيه. شخصيه بلا مهاره ملهاش قيمه. اسلام محارب من الناس اللي عندهم شخصيه في فكره لما يمسك. وقف بس كفايه. طب نكمل كوره ويشتغل تحس انه لاعب عنده كاريزما. مبدئيا كده اللاعب اللي عنده شخصيه او كاريزما هو ده اللاعب المناسب للاهلي والزمالك. واسلام محارب من حوالي 2 سنين في سموحه، وانا يمكن اتكلمت عنه وقتها اكتر مره، لان هو كان باين انه من ابرز لعيبه سموحه. على فكره كان ما تضحكوش، بتضحك على ايه؟ بتضحك على ايه؟ على فكره اسلام محارب كان من ابرز اللعيبه فعلا في الفتره دي. كان حلو، وكان بيستلم ويسلم، وكان بيروح، وكان في ماتشات اللي قدام اهلي والزمالك بيعمل خطوره كبيره، وكان عنده شخصيه، ياخد الكره ويدوس ويروح. نكمل. لاعب عنده فكره الشخصيه، ومن لمسات او تصرف في الكوره في اماكن ومواقف معينه بتقدر تحس عليه كده. ويمكن انا دايما اللعيبه اللي بكون براهن عليها وبتمنى تنضم اهلي الزمالك بكون دايما منحاز ليها، وعشان كده انا منحاز لصفقه اسلام محارب. بس كفايه بقى، بس كفايه كدب بقى. بس هو فعلا ده حقيقي. انا كنت منحاز قوي، اللي هو ايه يا جماعه، كل بنتكلم ايه الصفقات المطلوبه اسلام محارب يا اخوانا.
يا اخوانا اسلام محارب يا فعلا، بس هو كان بجد يعني بجد، ويعني ايه اكيد في ناس متفقه مع ناس كانت شايفه ان هو لاعب عادي، كان لاعب عالي يعني وحلو، ما يعني ايه جه الاهلي. انا مش هقدر اقول لك ان في حاجه ناقصه معانا، بس هي قدراته كانت اقل من الاهلي، وكان رتمه بطيء، تحس انه ايه بيتقل الريتم اول ما ينزل ياخد الكره ويطلع، وما اظهرش قدرات ان شيء يعني. مش هقول لك حاجه ناقصه معينه، هو قدراته اقل. وكمان بعد ما مشى من الاهلي ما قدرش، في لعيبه بتمشي اهلي الزمالك بترجع نفسها لحد ما، هو العمليه وقعت معاه بسرعه جدا وراح فرق قليله ويعتبر اختفى اسلام محارب. فدي من الصفقات برضو اللي انا ايه يعني فعلا بقول يا الكره ملهاش كبير. كنت شايفه حلو قوي وكان هيبقى عسل قوي، بس الكوره مالها مهما نفسك فلحوس الكوره ما. انا شخصيا انه ينجح. اسلام محارب بيقدر يمسك الكوره في رجله ويشتغل بيها، ودي زي ما قلنا قدرات مهمه جدا تكون موجوده في لاعب اهلي والزمالك. اسلام محارب بيقدر يشتغل على المرمى، وده شيء مهم جدا، لان عندك واحد زي ميدو جابر مثلا بيجتهد وبيجري وبيعمل، لكن يوصل على المرمى الفينش بتاعه سيء جدا. هشام محمد لاعب وسط المقصه، وبرضه انا مش عارف يعني ايه بخش هشام محمد، انا مش عارف، انا كنت معرضها قوي يعني كنت ايه مديها اكتر من حقها، يعني ايه كده زياده شويه، بس كان ممكن مش عارف، بس هي يعني ايه في الاخر طلع بلح يعني. واسلام محارب لم ينجح مع الاهلي. ونخش في هشام محمد. هشام محمد عنده قدرات دفاعيه ناحيه التحامات وناحيه قطع الكوره. هشام محمد عنده ناحيه هجوميه مع مصر المقاصه، كان بياخد حريه قدامه وكان بيظهر في لمسات. يعني هشام محمد عنده حته من كل حاجه، لكن هو السؤال بقى، هل الحته من كل حاجه اللي عنده الدفاعيه والهجوميه هل دي تكفي مع الاهلي انه يكون بديل حسام غالي؟ دي بقى النقطه مهمه، عشان انا لغايه احيانا يعني ايه بقبلها في لعيب اللي هو ايه هو عنده حته من دي وحته من دي، فممكن ايه في لقطه يسجل هدف تقول ده عنده الحته دي، ولقطه دفع الحته دي، ولقطه فتلاقي ايه 3 4 5 لقطات تديك ان اللاعب ده عنده كل حاجه. بس هي هل الكواليتي بتاع الحته دي هو كافي الاهلي والزمالك؟ هل الحته دي بيعملها بشكل مستمر او لا؟ دي النقطه اللي بتسري دلوقتي على لعيبه كتيره، واللي بالنسبه لهشام محمد كان عندي فيها خلاف. يعني هشام محمد من اللعيبه اللي انا ايه كنت واضح قوي في رايي فيهم، انا ما كانش عندي قناعات بيه خالص. وحتى زي ما شفت نكمل شوف وكان ان الجماهير كلها بتعتبر هشام محمد هو جاي خليفه حسام غالي. طبعا بيتكلموا حسام غالي مش السنه دي او السنه اللي فاتت، لا حسام غالي قبل كده، الراجل اللي بيجري في نص مجهوده كبير. خد بالك ده كان حقيقي، كان في ضجه على هشام محمد، والجمهور قال لي كان شايف ان هو الايه العقل اللي في عمق الملعب في وسط الملعب كده اللي هيعمل حاجات فظيعه. بس انا ما كانش عندي قناعه كامله بيه، وكنت شايف ان التاثير بتاعه يعني ليس له ادنى علاقه بتاثير اسماء كبيره زي حسام غالي او انه يشيل في المنطقه دي. فكنت حتى تلاقي كل كلامي كله متحفظ على هشام محمد اللي بيهاجم واللي بيدافع. انا شخصيا ما اقدرش وانا قاعد دلوقتي اقول ان هشام محمد جاي بالحته بتاعت الدفاعيه والحته الهجوميه قادر انه يبقى حسام غالي او يشيل نص ملعب بشكل كامل. هستنى برضه اتفرج عليه مع بعض التحفظ. من اشرف باك شمال سموحه، ده بقى من الصفقات اللي بقعد افكر كده لا دي من الصفقات بقى رايي كان واضح فيها مباشره صريح يعني، وكنت موفق جدا في الراي ده. ايه عامل اضافه الموجود فيها؟ ايه الجديد اللي هيضيفه الاهلي؟ يعني لاعب كان عندك قبل كده وما نجحش، احنا بنتكلم انه كباك شمال خد بالك مش قلب دفاع، وطلع بره وما اقدرش اقول نجح، او يعني لاعب كان عادي لانه ما كانش بارز لدرجه الناس كلها اخد بالها منه. ايمن اشرف هو باك تقليدي، يعني عارف في باك عندك كده بيقدر يتحرك بسرعه ويرقص ويعدي بين الخطوط، يعني تحس انه بيشيل جبهه. وفي باك تقليدي بيتحرك على الخط رايح جاي، ولما يكون عنده فرصه الدنيا مرتاحه يعمل عرضيه بالونه. هو ده ايمن اشرف اول ما دخل ده رايي فيه بقى صريح واضح، باك تقليدي جدا عادي جدا لا يقدم اي جديد. وفعلا مسيره ايمن اشرف تحولت لما تحول قلب دفاع. لو كان فضل مكان باك شمال كان زمانه مشى من الاهلي من زمان وبلا زي اي واحد عادي جدا. فالمسيره تحولت، ده بقى قلب دفاع، اتغيرت الدنيا معاه. وممكن حد يربطها بخالد عبد الفتاح، يشوف هل ممكن نفس القصه تفرق معانا. بشوف ممكن تكون شبهها لحد عندك علولو، عندك حسين السيد وصبري رحيل. طبعا صبري رحيل انا شايفه بره خالص، لكن علم علولو حسين السيد مع بعض كده كوكتيل تبقى كارثه لو جاي تحسبا او بعد كده عشان يمشي علي معلول. خلاصه ان الاهلي كالعاده خارج كلام ما قل ودل، صفقات قليله جدا وعدد محدود لكنها في الصميم وفي المراكز اللي محتاجها. ده باستثناء مركزين شايف الاهلي ما زال في احتياج ليهم. اول مركز هو اللي بقاله سنين مش عاوز يقرب منه، وسط ملعب الدفاعي اللي يكون مكان حسام عاشور. شوف الاهلي قعد فترات عنده وسط ملعب فيه مشاكل لغايه ما اعاد بنائه بعد حسام عاشور رقم 6. انت قعدت برده متلخبط لغايه ما جه حمدي فتحي فتره من فترات فرق جدا في المنطقه دي قوي، عمل نقله في المركز ده، ثم ديانج، ثم مروان عطيه. دي الثوره الاكبر بقى في المركز ده. ف
فرقه برده من الحاجات وحد يقول اكرم توفيق، هقول له اكرم توفيق راجل جاي خارج اهلي الزمالك، الوحيد اللي مميز يقدر اهلي الزمالك هو محمد فتحي لاعب وسط الاسماعيلي. خد بالك محمد فتحي كان نجم، كان لعيب فعلا، انت مش مصدقني ليه؟ محمد فتحي كان لعيب في رقم 6 وقتها، كان من اللعيبه اللي ممكن تبص عليها كانتقالات. وكان بعديه خد بالك عماد حمدي رقم 6 برضه في الاسماعيلي، وبس برضه الاثنين ما قدروش يستغلوا نفسهم قوي. يمكن محمد فتحي كمل بره الاسماعيلي شويه، دول الاثنين كانوا مميزين في رقم 6 ده وقتها الاسماء. المركز الثاني طبعا مركز المهاجم، مروان محسن راجل لسه راجع من صليبه ومش عارف يرجع امتى وظروفه ايه. عمرو جمال مشي، اجايلا يمكن يكون مهاجم، وحتى لو قلت لي بيستخدمه كمحطه وكذا وكذا، لكن المهاجم اللي على المرمى ده لازم يكون مميز، مش تديله 10 فرص يجيب منهم 3 4. وطبعا ما عندكش مهاجمين تاني. شوف من 5 سنين بنتكلم عن ايه؟ مهاجم الاهلي. المشكله الازليه سنين طويله، وتقعد تلف اسماء مروان محسن شويه، عمرو جمال، ازارو، عمال تلف محمد شريف، واحد بيتالق موسم ويختفي، بعد كده يتالق ويختفي، يتالق ويتصاب. 5 سنين وما زال الاهلي في نفس المشكله حتى هذه اللحظه. لغايه تصوير الحلقه لسه الاهلي لم يعلن عن وجود مهاجم اجنبي، وازمه من الازمات الكبيره. الاهلي مش عارف يعني ليه الاهلي كل حاجه بتتصلح، صلح مركز حراسه المرمى ورقم 6 ورقم 8 بيصلح كله ما عدا المهاجم، في ازمه كبيره فيه. نكتفي بهذا القدر، ولو الحلقه عجبتكم عندنا حلقات كتيره تقييم صفقات، وفي اسماء بقى تانية، وفي بقى حلقات لصفقات الزمالك العصر الذهبي بتاع 18 صفقه و13 صفقه. فلو عجبتكم اكتب كده في الكومنتات ان احنا نكمل في الحلقات دي. وفي الاخر سؤال برضو، اللعيبه اتكلمنا عنها دي، مين اللاعب اللي شايف انه ممكن يكون اتظلم شويه في الاهلي او ممكن كان يكون افضل من كده؟ اعمل لايك الفيديو واشترك في القناه، وقبل اي حاجه الاقدام في الشبكه.